صباح الخير يا حاج. شايفين يا جماعه المكان اهو في قليوب البلد، اعتقد لسه يعني محتفظ باصالته وجماله، حاجه من روائح الزمن الجميل. حتى الراديو اهو، كل حاجه. الطرابيش في الصور القديمه، طربوش الطنطاوي. اسم حضرتك يا حاج؟ احمد نور الدين الطنطاوي. وانت حضرتك بقى من الجيل الكام في ورثه المحل ده؟ الجيل التاني على طول. تمام، ما شاء الله. طب يعني لسه في اقبال على موضوع الطرابيش ده والشغل ده وكده؟ في اقبال على طربوش العلم العمة اللي هي يعني وضح لنا اكتر يعني ايه؟ اللي هو بتاع الامام وخطيب والقارئ. الامام، الخطيب، القارئ، اللي هم شيوخ الازهر زي اللي احنا شايفين مثلا الجماعه دول كده. واللي بيقراوا في المياتم اعتقد، صح كده؟ عندك الشيخ الطبلاوي. كل الناس دي اشتغلت مع حضراتكم او اشترت من حضراتكم، صح كده؟ ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. تعرف تقول لنا تاريخ المحل من سنة كام؟ احنا دلوقتي هنشوف مشاهير القراء اللي اشتغلوا مع الطنطاوي او محلات الطنطاوي. دول كلهم قراء، فيهم اذاعه وتلفزيون. تمام. زي الشيخ الطبلاوي. تمام. الشيخ محمود المنشاوي. المنشاوي، شايفين اهو الكارت بتاعه. الطبلاوي. الشيخ محمود الخشت. محمود محمد الخشت. تمام. وعندنا هنا برضو ناس لسه يعني مشاهير زي ابو طبل ده، اعتقد برضو من القراء المشاهير يعني. ده من قليوب، من عندنا. من قليوب. المحل بقى شغال من سنة كام يا حاج؟ من سنة 50. سنة 1950. طبعا جيل ورا التاني خد المحل. احنا دلوقتي هنعرف عنوان المحل من عمنا الحاج. عنوان المحل في قليوب البلد، شارع ابراهيم باشا. شارع ابراهيم باشا اللي بره ده. قليوب البلد. تنزل قليوب البلد واسأل على شارع ابراهيم باشا، وبعدين هتلاقي محلات. تنزل من محطة القطر على طول تلاقي المحل قدامك. او لو انت جايب القطر تقدر تنزل محطة القطر لو انت جايب القطر. احنا نعمل زيارات في المكان ونقدر نيجي نشوف الحاجات القديمة والروعة، والتاج الملكي اهو لسه موجود. المحل كان بيعمل طربوش الملك فاروق. تمام يعني كان بيطلع للعيلة المالكة كمان. ايوه ما شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين ادي النجوم وادي التاج الملكي، ولسه البلاط حتى القديم محتفظ بذاته، مفيش حاجة اتغيرت في المحل، وده اللي مخليه لسه جميل زي ما حضراتكم شايفين.